واقف قدام مجلس الشعب زي ما قلنا امبارح، ما زال الكرنفال الاحتجاجي مستمر المره دي. وبعتذر ان امبارح وانا بقدم التقرير يعني غلبتني ابتسامه الحقيقه، يعني يمكن يكون عشان كنت بقدم شيء اللي ينطبق عليه انه من المضحكات المبكيات، فكره انه العمال يخلعوا او المحتجين يخلعوا ملابسهم محاوله للفت انتباه الراي العام. انما عمال امنستو اللي كانوا اعتصموا ووعدوهم ان هم هيحلوا المشكله وفضوا الاعتصام، رجعوا تاني واكتشفوا انه لا حل ولا مناص الا ان هم يعملوا كل حاجه في الدنيا عشان حد بس يبص لهم ويستجيب له. قرروا أن يكونوا صداعا في رأس الحكومة. إنهم عمال شركة أمونسيتو في الصميم الذي استمر 15 يوما. خلع عمال الشركة ملابسهم ولبسوا شكائر، وظلوا يصفرون ويخبطون بالأحجار على مصدات الأمن المركزي، مطالبين الحكومة أن تلقي نظرة على مطالبهم. ده كفن العمال فعلا، احنا كاتبين عليه كفن العمال فعلا، كفن العمال ده عمايلهم ديت كده بيوضع على عمال مصر كلها. مفيش حد بيرد علينا خالص، بقالنا النهارده 15 يوم واقفين على الرصيف بعد اعتصام 21 يوم، مفيش جديد، مفيش حد بيعبرنا. فعملنا نظام الخبط على الحديد دوت والصفافير عشان حد يعبرنا. اللي كان 20 سنه هياخد 3 شهور على الشامل، واللي ما مش 20 سنه هياخد 4 شهور على الشامل. بعد ما البنك ووزاره القوى العامله والسيد حسين مجاور مضوا الاتفاقيه وبتوع النقابه بتوعنا مضوا الاتفاقيه، جت الحكومه لحست كلامها ولغوا اتفاقيه، عاوزين يدونا نص المبلغ بس. هم اللي اتفقوا معانا هنديكوا قد كده، وبعدين جم بعدها وراح ناكرين ده كله وعايز يدينا نص المبلغ. ازاي تدينا نص المبلغ وتاخد شركه بمليارات وتدينا ومستكتر علينا 110 لحساب مين الكلام دوت؟ وتجوع عيالنا ويشربنا ويخلينا مش لاقيين هدوم نلبسها. بقالنا 4 شهور ما قبضناش لحد الان، 4 شهور ما قبضناش لحد الان. نعمل ايه؟ لأن مطالبهم لا تتغير ولا أن حقوقهم ثابتة كما يرونها، فإن التغيير الوحيد الذي يستطيع هؤلاء المعتصمون هو في شكل الاحتجاج وأسلوبه. كريم الشيخ، 10 مساء.